لك قبل كده ان الانجليش لغه فقيره جدا باصواتها وبكلماتها، عشان كده هوريك حاجه كده ايه سحر. تحفظ كلمه وتحط جنبها كلمه بتبقى كلمه تانية خالص. مثلا عندك كلمه كاو. كاو يعني بقره. بوي يعني ولد. كاو بوي، الزقهم مع بعض من غير سبيس، من غير مسافه. كاو بوي. كاو بوي اللي هو راعي البقره، راعي اللي هو بيبقى لابس الطاقية في المكسيك ده، عارفه. عندك كلمه دور. دور يعني باب. بيل يعني جرس، يبقى دور بيل على بعض من غير مسافة. دور بيل ده الجرس بتاع الباب. كي يعني مفتاح. تشين يعني سلسلة. كي تشين يعني سلسلة المفاتيح. هوت يعني سخن. دوج يعني كلب. اوعى تقول لي هوت دوج يعني كلب سخن، دي ترجمة حرفية، لا دي بتبقى كلمة جديدة خالص معناها هوت دوج اللي هو السوسيس اللي احنا بناكله. ميت يعني لحمة. بول يعني كورة. ميت بول يعني كرة اللحمة، او ميت بولز كرات اللحمة اللي هي بتبقى شبه الكفتة المدورة كده. باك يعني ظهر. باك يعني يعبي او شنطة، الاتنين صح. باك باك يعني شنطة الظهر، احنا بنلبسها كده واحنا رايحين المدرسة. لانش يعني غدا. بوكس يعني صندوق، حطهم مع بعض. لانش بوكس اللي بيتحط بقى فيه هم الاطفال رايحين المدرسه بياخدوا اللانش بوكس اللي بيبقى فيه الاكل بتاعهم. بس كده. قول لي كلمات تانية تقدر تحطها جنب بعض وتعمل كلمات جديده. سلام.